عايزين تعرفوا صينية البشاميل التحفة دي اتعملت ازاي؟ ولا جبن ولا اي تكلفة، وهتلاقي طعمها يجنن. عن تجربة وانا بعتمدها على طول. اسلقي المكرونة 3/4 سلقة، النوع اللي انت تفضليه لو ما عندكيش اقلام. بحط كوبايتين من اللبن قصادهم حوالي كوباية مية، ولو عندك بقى قشطة من وش اللبن حطي حوالي ربع برطمان كده مع اللبن والمية، عشان انت مثلا لو موفرة شوية في اللبن بتبقي بتحوشي القشطة هتنفعك سواء في رز معمر، سواء ان انت تضيفيها للبشاميل. والحروقة الجميلة اللي على الوش دي مش جبن، ولان مش كل الناس بتحب البشاميل بالجبنة، دي البشاميل الاصيلة بتاعت زمان. زمان ما كناش بنحط موتزاريلا ولا اي جبن، بحط قشطة على الوش. فلك ان تتخيلي ان دي دسامة طبيعية بطعم الطبيعي يجنن. ف بعمل اللحمة المفرومة عادي جدا. انا بحب اضيف معلقة صلصة على اللحمة المفرومة، بقلب المكرونة كلها على بعضها. مش بحب اعمل طبقات عشان كله ياخد من كله في الطعم. وبحط على الوش البشاميل بتاعي اللي انا حاطه عليه قشطة، وبحط قشطة كده زي ما انت شايفة الجمال ده والحروقة الجميلة دي، ودخليها الفرن بألف هنا وشفا. وعملت جنبها احلى صينية جنيحة. عايزة تعمليها كنتاكي، عايزة تعمليها في الفرن كده بالبصلة زي الفل. المرة الجاية ان شاء الله هقولك ازاي تعملي احلى تتبيلة للفراخ، وهتطلع طعمها احلى من المشوي. بالهنا والشفا. وتابعيني على قناتي وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا.